عبد الناصر ابو راتب، انت رحت مطار القاهره من كام اسبوع عشان تستقبل دكتور محمد البرادعي. والحقيقه يعني انا لما عرفت المعلومه قلت لازم اسالك انت ليه رحت المطار وايه الافكار اللي عندك وشايف ممكن دكتور برادعي يقدم لك ايه؟ البرادعي بالنسبه لنا طاقه امل كبيره جدا. ليه؟ اولا بفضل الله الحزب الوطني عنده العضلات وعنده كل حاجه، مش ناقصه الا الفكر. البرادعي جاي بيسوق فكر، احنا محتاجين فكر. احنا عمالين نتكلم في مشاكل الزراعه وممكن نتكلم على فكره كل ما نقول كده حوالي 10 15 حلقه لو وقت حضرتك يسمح، بس مش هنوصل لنتيجه. احنا عايزين فكر يحل الزراعه. الزراعه لازم نربط الجامعه بالمزرعه، بالفلاح، بفرصه العمل، بالشاب، بتخطيط. البرادعي فكر، البرادعي راجل بالنسبه لنا بيشكل امل. البرادعي على فكره ما جاش هو طلب نفسه، احنا اللي طلبناه. البرادعي ما رحنالوش احنا كقوه وطنيه، هو اللي جالنا. طيب هو البرادعي بيتكلم على تغيير الدستور وبيتكلم على الديمقراطيه، شايف ده ممكن ينعكس عليك ازاي؟ بالنسبه لي انا لما غير الدستور يعني هسمع، يعني المجلس المحلي بتاعي هنتخبه، يعني الحزب الوطني مش هيحصل. وعلى فكره احنا بقى في وجود البرادعي حصل لنا سلاح رهيب جدا في ايدنا، على فكره هو سلاح الشرعيه. اللي ما غيروش الدستور مش هيمتلكوا الشرعيه، وده السلاح اللي في ايدنا. انت اشتغلت في السياسه قبل كده يا عبد الناصر؟ انا عضو مؤسس في حركه كفايه الحقيقه. انا عضو مؤسس في حركه كفايه. بس البرادعي فيه عيب خطير جدا بقى ومزعلني منه قوي. بالنسبه لسكان الشعب مصر الاصليين، زي التعبير محفوظ طبعا لصاحب الاستاذ بلال فضل، انه رجع نسبه ال 99.9% بيأيدوا الدكتور محمد البرادعي. فخلاص الدكتور محمد البرادعي خلاص بالنسبه لنا بقى طوق نجاه. يعترض الحزب الوطني، احنا بنقول على فكره على الشعب المصري لا، وشعب مصر الاصليين الحقيقه اللي انا جاي بعبر عن رايهم دلوقتي. سكان مصر الاصليين. سكان مصر الاصليين. يعني انت يا عبد الناصر شايف انه التغيير في صيغه مثلا دكتور البرادعي ده ممكن ياثر عليك مباشره كفلاح وعلى قريتك جداً وعلى اهلك؟ جدا جدا. اولا البرادعي مش ناوي يقعد 30 سنه. البرادعي ممكن لما يغلط نديله فوق دماغه ونمشيه. البرادعي الراجل بيقول يلا ايدكم معانا. البرادعي شخص طبيعي، بيقول ما معيش عصا موسى ولا قائد ولا ملهم ولا كلام كبير، حتى بيقولوا تهته دي ميزه. عمالين من زمان يقولوا لنا الصدق اقرب طريق للاقناع، لا لين صدق ولا لين طريق ولا لين اقناع. فالكلام بالنسبه لنا اسمحي لي بقى في حكايه البرادعي. انا مش عاوز اغير صح حاكم مدى الحياه بحاكم مدى الحياه. لا لا لا، انا عاوز اقول ان البرادعي هحطه في مكانه الصحيح. هو بيقول مصر معاكي تستاهل احسن من كده، وبيقول ساعدونا اساعدكم. اللي يقول كده هساعده. ساعدوني اساعدكم. ان الدستور ما يقولش اي حد يترشح، ده جريمه. ان الدستور ما يقول ان لازم كل واحد يجيب 30 40 واحد من مجلس الشعب، ده احنا ما نعرفش نجيب واحد من مجلس المحل. مجلس المحل حكر على الحزب الوطني، العمد حكر على الحزب الوطني، شيخ البلد حكر على الحزب الوطني. الحاج محمد عمال يضحك بس مش عارفه بيضحك موافق. بالنسبه للبرادعي مصر اكبر من مليون برادعي، دي حقيقه لازم نقولها. بس البرادعي قيمه لابد ان نستغلها. البرادعي قيمه دوليه وقيمه مصريه نعتز بيها. احنا كنا فرحانين الدكتور مصطفى السيد معاك امبارح مصر، احنا فرحانين برضه الدكتور برادعي. ليه ما نستغلش الدكتور برادعي؟ والدكتور برادعي الراجل جاي بيقول ما نستغله في اي حاجه كده، ما نستغلوش رئيس جمهوريه. احنا قبل رئيس الجمهوريه دي في فوضى مزعلاهم بقى على فكره، اللي مخلينا متمسكين برادعي مزعلهم قوي. اي واحد يعمل المرشح الوحيد على مستوى كل عالم. وهو البرادعي اي واحد يعني ده رئيس الوكاله الدوليه، عالم كبير يعني وكل حاجه، لا رئيس الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، وراجل ذو حيثيه كبيره وعمل حراك سياسي. مفيش كلام. احنا عاوزين نغير الدستور واللي ينزل. نغير الدستور. الحاج عبد المجيد بيقول احنا عايزين نغير الدستور واللي ينزل عشان كده طيب انا سؤالي الاخير ما جاوبتش عليه يا عبد الناصر. انا بسالك، تتوقع او حاسس انه ممكن 2010 2011 تشهد اي تغير في مصر ولا لا؟ انا والله اقسم لك وما بكذب عليك، انا متاكد مليون في الميه التغيير جاي والامل جاي. الشباب على فكره انزلي عشان تاكدي من كلامنا، انزلي وسط الناس خلاص زهقت، خلاص بقى اكتر من كده مفيش. فالتغيير جاي ان شاء الله وموعدنا ان شاء الله. انا عايز اقول لحضرتك انتخابات بعد اذنك انتخاباتنا 2010.